يا مساء الفل عليكم وحلقه جديده ترند الترندات احمد ومينا وتجربه جديده النهارده في عز البرد. هتودينا على فين بقى يا مينا النهارده؟ انا هاكلك النهارده اكله سريعه واكله حلوه ودسمه في نفس الوقت. هتاكلني حاجه تقيله؟ تاكل ايه؟ تيك اواي، وبرده يبقى اكله حلوه مظبوطه، مش اي اكله اونط. احنا النهارده في مكان مميز جدا جدا هنجربه انا ومينا، سندوتشات تيك اواي عشان مفيش وقت والجو برد جدا. وهو تخصص في السندوتشات التيك اواي من زمان. هو تخصص طبعا، نجم النجوم ونجم شبرا، مطعم بيبو بيب مطعم بيبو. طبعا عايز اقول لكم الصاله جوه بوم ما فيهاش مكان، بس الجو ساقع جدا جدا، فاحنا قررنا نجيب سندوتشات وناكلها في العربيه وفي نفس الوقت هتبقى تقيله. يلا بينا. تصدق سندوتش كبده وكفته على بعض سعرهم 65 جنيه. اسعار بيبو دايما مميزه، انا باكل السندوتش ده من ايام 3 جنيه. هتاكل سندوتش ب 65 جنيه في كبده وكفته ولحمه. مفيش اكله حلوه احسن من كده ان شاء الله. يلا بينا. هنقدم لكم حلقه كبيره جوه بقى مطعم بيبو، وهنجيب الصاله وهنطلب المنيو الكبير، بس النهارده هنجرب التيك اواي بتاعه، لان انا ومينا من واحنا صغيرين متعودين على الساندوتش. فرع شبرا. فرع شبرا، ساندوتش كبده على كفته. يلا بينا. احنا دلوقتي في فرع بيبو مصر الجديده. يلا بينا. في الفرع الجديد. يلا بينا يلا بينا يا مينا. ترند الترندات، بنعيش احلى اللحظات. ولسه مكملين معاكم احمد ومينا ترند الترندات، وترند النهارده بيبو والتيك اواي بتاع بيبو اللي مشهور بيه من ايام شبرا وجبناه من مصر الجديده، والحلو وصل يا مينا. يلا بينا نشوف جبنا لكم ايه. قرب كده معايا. بيبو والذكريات يا جماعه. طعم السلطات بتاعه بيبو والذكريات، والنهارده اصرينا نجيب سندوتش بيبو الريش عشان نفكركم يا جماعه بذكرياتنا مع بيبو. طبعا في ناس كتير ما تعرفش مين بيبو. الريحه بتاعته اصلا، يعني عارف مين بيبو يا مينا؟ مين بيبو؟ يعني كفته بيبو، اقدم محل اكل شبرا؟ مشويات في شبرا. محل واتشهر يا جماعه سندوتش بيعمله معروف، هو مشهور بيه، بيبقى كبده على كفته، كبده مليه على كفته. ده الرغيف هو مشهور بيه من زمان، من سنين يعني. دايما يحب يديك رغيف فاضي معاه. عشان برضو لو انت جعان. تعالى يا مايكل ومينا بقى، اصر يجيب لكم ايه يا جماعه النهارده؟ البومبار بتاعه البومبار بيبو، تمن بومبار. لو انت نفسك تاكل بومبار تيك اواي، بيبو بقى مميز يا جماعه بالسلطات دايما، وميه السلطه والبابا غنوج والطحينه. الاسعار: سعر تمن البومبار 45 جنيه، وسعر الساندوتش كبده على كفته على لحمه ب 65 جنيه. مفيش اكله تيك اواي احلى من كده. واديني وانا ضيع. يلا بينا. بومبار اخباره ايه؟ بيبو يا جماعه حبيبي قوي، وحتى لو الاكل وحش هيبقى حلو. انت خدت بالك البومبار مولع، بومبار سخن. بومبار سخن حلو جدا، في سنه سبايسي كده مدياله طعم. يا جماعه الاكله دي بجد بوم. بس اللي عاجبني ان هو سخن. البومبار انت باخد بومبار لسه معمول دلوقتي. هو على فكره بينا مديني ميه سلطه. يلا بينا يا سيدي يا سيدي يا سيدي. قرب معايا بقى يا مايكل، تعالى نفتح بقى يا جماعه الحلويات دي ونعمل اللقمه الشهيره بتاعتنا. نحط فيها شريحه كبده، نحط فيها شويه كفته، نجيب بقى ليه بيبو. هي دي الليه بقى اللي بيبو متميز بيها، ان هو بيعمل الاكل بالليه. يا مينا سندوتش تيك اواي تقيل ده بقى يا جماعه. طحينه بقى عليه. هتقول لي بقى برجر ولا شغلك ايه؟
زي ما بيقولوا البلدي يوكل. الريحه ريحه جباره طبعا. ريحه جبار. انت بص هتشم قبل ما تاكل، فهتنبسط قبل ما تاكل. يعني يقدر يقول يا مينا لو حد مستعجل في مصر الجديده يطلع على بيبو. ده بيبو اختراع. لو انت مستعجل في شبرا او في مصر الجديده وعايز تاكل تيك اواي، ارشح لك بيبو بقوه بقوه. هتاكل اكله حلوه تيك اواي، اكله دسمه. مفيش بقى يعني تقوليش بقى السندوتشات بقى اللي هي التيك اواي الاونطه، انت بتاكل اكله حلوه. استنونا هنكمل التجربه ونرجع نقول لكم راينا ونكلمكم شويه عن بيبو. بس لو ناوي تكمل الحلقه يعمل ايه يا مينا؟ شير بقى ولايك وسبسكرايب. دوس بقى على زر الجرس يوصل لك كل الجديد. انا منبهر بالكميه يا جدعان. بص يا احمد، كميه هو دايما مميز بالكميات دي، كميه الحشو يعني فعلا تاكلها على رغيفين. والساندوتش بيجي دايما معاه رغيف فاضي. هنخلص المأمورية ونقول لكم راينا ايه. ما تروحوش استنونا، في ما أي حدش حتة. في اي حاجه. والمهمه تمت يا مينا. رايك كيف التجربه يا مينا بعد ما فولنا التانك؟ تجربة ممتعة. أكلة تدفيك في الشتاء وفي السقعة دي، وأكلة متينة ويعني. بس انا مش مصدق يا مينا، يعني كم الكفته والليه والكبده اللي محطوطين ده ب 65 جنيه؟ 65 جنيه ويديك السلطة. معاهم رغيف تاني وسلطة وطحينة. الله. يعني أنت لو كلته على رغيفين أنت بتالي هتاكل وتنبسط وتشبع. اكيد هتشبع جامد طبعا طبعا. وتحبس بكوباية شاي أو حاجة ساقعة، لأن هي الأكلة. لعلمك يا مينا انا عارف ان بيبو نفس الرغيف ده يا جماعه، وعنده برضو لحمه بالليه، وممكن تاخد الكفته لوحدها وممكن تاخد الكبده لوحدها. يعني هو احنا يعني بس هو الاشهر عنده هو مشهور رغيف كوكتيل. الكبده على الكفته. الرغيف ده كنا بنجيبه بكام من زمان من شبرا؟ انا كنت باكله من اول ما بدا ب 3 جنيه. انا جبته من اول 5 جنيه. انت جيت بعديه بقى. انت اكبر مني يعني. انا اكبر منك. انا كده يعني تعرفونا من الاسعار. تجربه ممتازه بصراحه جدا ومشبعه جدا. سعرها على قد الايد فعلا، مش غاليه. ده انا عايز اقول لكم ان ممكن رغيفين ياكلوا 3 افراد، ولو مش اكيل 4 افراد. يعني اكله حلوه وارشحها لكم بقوه. لو انت في شبرا، لو انت في كوربه في مصر الجديده، لازم تعدي على بيبو. حتى لو مش هتعرف تخش تاكل جوه في الصاله، خد تيك اواي. خد تيك اواي، هتاكل وتنبسط وان شاء وتشبع. الله ان شاء الله يعني بنوعد كل متابعينا. طبعا احنا عشان خبره بقى في اكلات بيبو، نوعدكم بحلقه تانية موسعه في المطعم جوه الصاله بقى. نجيب لكم فيها باقي الاصناف، لان هو عنده اصناف مميزه جدا جدا، والصاله اللي تحفه. محدش بيعملها غيره على فكره. انتظرونا في الحلقه اللي جايه، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. شير بقى، لايك، سبسكرايب، اشترك في القناه، فعل زر الجرس يجيلك كل الجديد. احمد ومينا ترند الترندات. احلى الحاجات. مع السلامه. سلام.